هاشم في الجهه اليمنى. اكيد هناك متابعه، هناك بعض الجزئيات والامور ربما ستحسم في هذا النزال المثير بين الفريقين. كره ملعوبه من طرف اللاعب والحارس السيتي على مستوى الجهه اليمنى. الخارقي يبحث عن المراوغه، لكن هناك تدخل من طرف سعيد فتاح. تخرج الكره في تماس فائده فريق طبعا فريق الجيش الملكي. اصابه ايوب الخارقي، لكن اللاعب الذي عانى الشيء الكثير على مستوى الاصابه في المواسم الاخيره لا يريد تكرار نفس السيناريو بالنسبه لهذا الموسم، خصوصا انه انتقل من فريق الوداد الرياضي البيضاوي الى فريق الجيش الملكي في خطوه يريد من خلالها اثبات الذات من جديد رفقه فريق يبقى من الفرق الكبيره على الصعيد الوطني وفريق الجيش الملكي. كره ملعوبه يلعب التماس، تعود من جديد لفريق الجيش الملكي. طبعا اجواء هستيريه على مستوى مدرجات الرجاء الرياضي البيضاوي، اكيد احتفاليه حاضره والمستنده المشروطه من طرف جماهير الرجاء في هذا الموعد. نفس الشيء بالنسبه لجماهير الجيش الملكي. تابعوا هذه الكره، عبد الرحيم الشكير عميد الفريق في اول اختبار على مستوى الكرات الثابته. ضربه خطا هل تاتي من جديد مقوسه في اتجاه المعترك والبحث عن التصويب وبالحارس خالد العسكري. اذا اول تهديد بالنسبه لفريق الجيش الملكي في حدود الدقيقه الرابعه. والاجواء على مستوى الميدان اكيد هناك اجواء حماسيه وسعي من اجل تسجيل الهدف الاول في هذه المقابله. خالد العسكري، كره مرفوعه اماميه في اتجاه فيفيان مابيدي، وهذا يحيى كيبي المهاجم الذي يعول عليه بشكل كبير على مستوى خط هجوم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي في هذه المقابله، الى جانب صلاح الدين العقال اللاعب السابق طبعا الفريق الجيش الملكي. واجهت زملاء امس اكيد تعني شيء كثير، تعني نديه وتعني تحقيق الانتصار رفقه الفريق الجديد لصلاح الدين العقال وفريق الرجاء البيضاوي. كره على مستوى خط الوسط ملعوبه بالجلون مهاجم فريق الجيش الملكي، اكيد هو الاخر مطالب بفك شفره دفاع فريق الرجاء على مستوى هذه المقابله والمقابلتين المتبقيتين، باعتبار انه مباراه يوم الاحد نهايه هذا الاسبوع ستكون برسم الدوره الثالثه من البطوله الاحترافيه، وبعدها يوم الاربعاء المقبل اكيد مباراه الاياب بقلب مدينه الرباط في مواجهه الفريقين من جديد على مستوى اياب كاس العرش. كره في دفاع فريق الجيش تمر على مستوى وسط الميدان. النغمي كيحصل على خطا لفائده فريق الجيش الملكي. ملعوبه من طرف السكرومي اماميه في اتجاه بشلو، لكن سيمون الحاج كيدخل ملعوبه في اتجاه العقاد. فرصه لكن بعيده فقط في يد الحارس انس سنيتي حارس السابق للمغرب الرياضي الفاسي، اكيد يدخل رسمي في مقابله اليوم. وعلي القروني في التشكيله الاحتياطيه اماميه. الكره بالجديد لفريق الجيش الملكي. نتابعوا هذه المحاوله على مستوى خط الوسط، ملعوبه طبعا رقم 24 في الجيش الملكي المهدي بالرحمه، تصل للجهه اليسرى ملعوبه من طرف انس عاسم، لكن مشات من جديد تماس لفائده فريق الجيش الملكي. يقول الحكم المساعد الاول كمال الغداشي، لكن التوجيه من جديد يكون من طرف رضوى جيد ويشير التماس لفائده فريق الرجاء البيضاوي. بالمعلم يبحث عن التمرير، مطالبه من طرف بالمعلم لمهاجمي فريق الرجاء طبعا التواجد من اجل استقبال الكره. اكيد هناك قراءات من المدربين معا، لم المدرب عبد الحق بن شيخه المتوج باخر لقب على مستوى كاس العرش، وكذلك رفقه فريق الدفاع الحسن الجديدي ضد من كان ضد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. اكيد بن شيخه يريد هذا الموسم كذلك ان يحتفظ باللقب، لكن بالوان خضراء وبيضاء رفقه فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. في المقابل رشيد الطوسي نفس الطموح نفس الاماني، اعاده فريق الجيش الملكي لسكه الانتصارات والبحث طبعا عن الالقاب التي غابت عن خزينه الفريق خلال المواسم الاخيره. كره ملعوبه في الجهه اليمنى تعود من جديد لسكرومي. تمرير الكره ليونس حمال كذلك نفس الشيء يمرر لانس عسيم، مقطوعه من طرف صلاح الدين عقال. البحث عن تمرير، هناك المسانده طبعا على مستوى الجهه اليمنى. نتابعوا هذه المحاوله، صراع كبير وهناك رايه من الحكم ويشير الخطا في ظل احتجاج لاعب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. طبعا تابعوا
هي كرة بالجديد فريق الجيش الملكي المهدي النغمي. حكم كيطلب مواصلة اللعب ويشير الزاوية لفائدة فريق الجيش الملكي. أول زاوية في هذه المقابلة الاختصاصي صاحب طبعا التجربة الآن رفقة فريق الجيش الملكي عبد الرحيم شكير عميد الفريق سيكون وراء تنفيذ هذه الكرة. حراسة على مستوى طبعا مساحة العمليات أكيد في ظل جوج ديال الغيابات بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي. سنعودها ونتابع هذا الفرصة لفريق الجيش الملكي عبد الرحيم شكير، لكن هناك تدخل من طرف كوكو يبعد الكرة نحو التماس. كترجع الكرة من جديد فريق الجيش الملكي النغمي. عبد الرحيم الشكير مقوصة في اتجاه مساحة العمليات لكن بعيدة. أكيد ضربة مرمى لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. قلت جوج ديال الغيابات بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي في هذه المقابلة. هناك زكريا الهاشمي بسبب الإصابة ورشيد السليماني بنفس السبب. أنصار الرجاء أكيد باختلاف الشرائح والأجناس حاضرين، كذلك محمد فاخر مدرب المنتخب الوطني المحلي أكيد يرصد هذه المقابلة وهو يستحضر طبعا مسيرته رفقة الفريقين معا لفريق الجيش الملكي وكذلك الرجاء الرياضي البيضاوي. إذا هي ذكريات لمحمد فاخر ولجماهير الفريقين معا، ولكن كل فريق يريد هذا الموسم أن ينافس من أجل اللقب الغالي لقب كأس العرش. كرة على مستوى سطر الميدان تعود للخلف، تمريرها من جديد هذه المرة على مستوى الدفاع. هناك سكرومي مرفوعة أمامية في اتجاه أيوب الخالقي، كنترول كان غير موفق وتعود الكرة مباشرة لدفاع فريق الرجاء. ما زلنا ننتظر طبعا محاولات السانحة للتشييد. تبع هذه الكرة العقاد كيمر الشاكو أمامية لكن مشات بعيدة. هناك مطالبة بخطأ بالفعل لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. إذا أكيد كنتابعوا هذه الأجواء الجميلة، الأجواء المميزة على مستوى المدرجات. جماهير الفريقين معا اليوم تتابع وتتمنى طبعا تحقيق نتيجة إيجابية في مقابلة الذهاب برسم ثمن نهائي كأس العرش. يمكن اعتبارها طبعا هو نهائي قبل الأوان بين الفريقين، طبعا جمع بيناتهم على مستوى هذا الدور، دور ثمن نهائي كأس العرش. كرة لفائدة لاعب عادل كروشي. عادل كروشي ضربة الخطأ الأولى بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. يلتمر حجديد وقوص في اتجاه المعترك البحث الرأسية لكن شات خارج الملعب. هناك زاوية لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. عادل الكروشي وراء التنفيذ. تابعوا اللقطة من جديد. كان يبعد من طرف مدافع فريق الجيش الملكي. زاوية أولى لفريق الرجاء عادل الكروشي في اتجاه المعترك. الكرة كتمشي خارج الملعب. ضربة مرمى. إصابة اللاعب أظن بالمعلم من صفوف فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، وتدخل بشكل سريع من طرف الطاقم الطبي لفريق الرجاء البيضاوي. أكيد كل المقومات حاضرة من أجل إنشاء هذا الموعد الكبير هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس مدينة الدار البيضاء. طبعا تعزيزات أمنية في مستوى التطلعات حتى تكتمل هذه المباراة في أجواء جميلة وأجواء قوية بين جماهير الفريقين. إذن لازالت الإسعافات تقدم. لعب إسماعيل بالمعلم، نتمنى ما تكونش الإصابة مؤثرة. أكيد فريقين معا مجموعة من الانتدابات خلال بطولة هذا الموسم. طبعا فريق الجيش الملكي يعني مجموعة من الأسماء عسس الصفوف من أجل مسيرة موسم سيكون برهانات متعددة بالنسبة لجماهير الجيش الملكي، خصوصا على مستوى البطولة والكأس. توفيق يجروت، محمد الشيخ، اسماعيل السردي، حسام الدين الصهاشي، اسامه الحلفي، ايوب الخالقي، نبيل الوجهي، كلها اسماء حضرت من اجل تعزيز الترسانه البشريه بالنسبه لفريق الجيش الملكي خلال بطوله هذا الموسم. في المقابل فريق الرجاء البيضاوي اللي انتدب عبد الحق بن شيخه كمدرب، طبعا انتدب كذلك هناك يوسف القراوي، صلاح الدين عقال، جواديس، احمد شاكو، سعيد
فتاح، عبد الجليل جبيره، يحيى كيبي، كل اسماء ستكون حاضره على مستوى تشكيله فريق الرجاء خلال بطوله هذا يرجعوا تفاصيل المقابله. طبعا غيرجع الميدان اسماعيل بن المعلم، كره ملعوبه، حكم يشير خطا لفائده فريق الجيش الملكي. هذا استئناف اللعب من طرف اسماعيل بن المعلم بعد تلقي الاسعافات. وصلنا لحدود دقيقه 13، لا شيء يذكر على مستوى النتيجه في انتظار التهديد الذي سيمنح الهدف لاحد الفريقين. اكيد تسجيل هدف في الجوله الاولى في هذه الدقائق هيكون مهم بالنسبه لايقاع ونسق هذه المقابله. اذا نتابعوا ضربه خطا لفريق الجيش الملكي، التحميل جديد دقيقه 13. خالد العسكري الحارس السابق لفريق الجيش الملكي، اكيد بطموح تحقيق الانتصار رفقه فريق الرجاء في هذه المباراه. ورشيد الطوسي يعطي التعليمات لحمزه حجي. اذا نتابعوا هذه المحاوله، هل يكون الجديد والهدف على مستوى الدقيقه 14؟ عبد الرحيم الشكيري ينفذ، والمتابعه من طرف الحارس، المتابعه من طرف خالد العسكري، اكيد يتابع كل التحركات بالنسبه لعناصر الجيش الملكي في هذه المقابله، وكان موفق في ابعاد هذه الكره التي سددت من طرف عبد الرحيم شكير. زاويه من جديد الجيش، البحث الراسيه مشات فوق المرمى، والجيش يبحث عن تسجيل الهدف الاول في هذه اللحظه. طبعا تابعنا جوج ديال المحاولات لكن مرت بسلام على مرمى فريق الرجاء رياض البيضاوي. تابعوا اللقطه من جديد، والابعاد من طرف خالد العسكري. تلعب الكره في اتجاه سيمو الحاج، والحاج الى جانب عادل كاروشي، يفضل تمرير الكره لاسماعيل بن المعلم. اسماعيل بن المعلم دائما اعتماد على الكرات الاماميه المرفوعه في اتجاه كل من يحيى كيبي وكذلك صلاح الدين عقار على مستوى الجهه اليسرى او الجهه اليمنى عفوا. احمد شاكو كيدخل رسمي في تشكيله فريق الرجاء رياض البيضاوي في مقابله اليوم، اكيد في ظل غياب زكريا الهاشمي المصاب، لاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي. اذا ضربه خطا اخرى لفائده فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. غنتابعوا هذه المحاوله، التحميل الجديد في حدود 15. صراع كبير على مستوى مساحه العمليات، اكيد الرؤوس تنتظر الكره في سبيل تسجيل الهدف الاول بالنسبه لعناصر فريق الرجاء. تابعوا المحاوله، صلاح الدين العقار مقوسه خطيره 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 وتمر جانبا، خطيره وتمر جانبا. كانت محاوله من طرف العميد اسماعيل بن المعلم يرتقي فوق لاعبي الجيش الملكي، وبالراسيه مشات محاذيه على مرمى حارس فريق الجيش الملكي انس السليتي. اذا هناك بعض الرتوشات، وطبعا بين فينا والاخرى مجموعه من التهديدات من الفريقين معا، والبحث عن تسجيل الهدف الاول، وهنا صوره غنيه ومعبره عن طبعا غنيه عن كل تعليق جماهير الرجاء دائما بالطرق الحضاريه والاجواء التشجيعيه المميزه على مستوى المدرجات. في المقابل مئات من جماهير الجيش الملكي في الجهه اليسرى، اكيد كذلك هناك المسانده وهناك الدعم لفريق الجيش الملكي في هذه المقابله. ملعوب الكره على مستوى الجهه اليمنى، بن جلون مشات الكره للجيش الملكي من جديد. ايوب الخالقي سيكون وراء التنفيذ. هذا رمية تماس لفريق الجيش الملكي. تمرير الكره مهدي النغمي، ابعاد الكره من جديد تماس لفريق الجيش الملكي. رشيد
الشامية في هذه المقابلة. تابعوا هذه المحاولة لفريق الجيش الملكي البحث عن التصويب، لكن تعود مباشرة. حكم طلب مواصلة اللاعب اكيد، لكن كيرجع وكيعلن على خطأ لفائدة صلاح الدين العقال. خطأ لفريق الرجاء البيضاوي. تابعوا اللقطة من جديد. بالفعل الحكم كان قريب من العملية ويقول خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. إذا انذار يوجهه الحكم للاعب عزيم أنس عزيم من صفوف فريق الجيش الملكي. أول انذار في هذه المقابلة. الصورة جماهير الجيش الملكي التي حلت من مدينة الرباط لمساندة فريق فهد المقابلة القوية ضد فريق الرجاء البيضاوي. وفي الصورة طبعا كتابعوا رشيد الطوسي ابن مدينة سيدي قاسم، ولد 1959، لعب الفريق اتحاد سيدي قاسم واشرف على تدريب مجموعة من الأندية، طبعا الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي، كذلك درب منتخب الشبان، حاصل على لقب كاس افريقيا للشبان سنة 1997 ولقب كاس العرش مع المغرب الفاسي موسم 2010-2011، بالاضافة الى لقب كاس الاتحاد الافريقي مع المغرب الفاسي سنة 2011 ولقب كاس الافريقية الممتازة مع المغرب الفاسي سنة 2012. الثلاثية طبعا التاريخية ورفقة فريق المغرب الفاسي. الطوسي يريد ان يعيد الانجازات رفقة فريق الجيش الملكي. ملعوب الكرة أمامية، تدخل عادل كروشي أمامية في اتجاه يحيى كيبي، كنترول في اتجاه صلاح الدين العقال، البحث عن الاختراق. صلاح الدين العقال البحث عن عرضية في اتجاه مساحة العمليات، البحث عن التصويب، لكن هناك المتابعة من طرف لاعب فريق الجيش الملكي. كرة ما خرجتش، حكم كيطلب مواصلة اللاعب في الوقت اللي كان هناك مطالبة ضربة خطأ من طرف عناصر فريق الرجاء البيضاوي. أيوب الخالقي مقطوعة من جديد، تعود لفريق الرجاء. تبعوا هذه المحاولة تمريرة لكن تصطاد به عبد الرحيم شكير وتعود عناصر فريق الرجاء البيضاوي. فرصة خطيرة لكن هناك المتابعة، إلى التهديد من طرف فريق الرجاء البيضاوي في حدود دقيقة 20 والبحث جاري على قدم وساق من أجل تسجيل الهدف الأول في هذه المقابلة، لا من فريق الرجاء ولا من الجيش. هناك تصويبة من جلون يسدد لكن فقط في يد الحارس خالد العسكري. ملعوب الكرة أمامية بالجديد، لكن سبق الكرة طبعا هو الحارس أنس السليتي. كترجع الكرة من جديد لفريق الرجاء البيضاوي. سعيد فتاح في اتجاه مابيدي يحيى كيبي، إخراج الكرة بروح رياضية كبيرة من طرف لاعبي ديال فريق الرجاء البيضاوي. إصابة لاعب فريق الجيش الملكي المهدي النغمي. النتيجة دائما أمامكم 0-0 في هذه المقابلة. مقابلة تندرج في إطار ثمن نهائي كأس العرش. تابعوا المحاولة الأخيرة لفريق الرجاء البيضاوي والإبعاد كان من طرف يونس حمال. هذه اللقطة اللي طالب من خلالها فريق الرجاء ضربة خطأ لفريق الرجاء البيضاوي لفائدة عادل الكروشي بعد تدخل ديال أيوب الخالقي، والحكم طلب مواصلة اللعب. تحدثنا عن رشيد الطوسي طبعا مدرب فريق الجيش، في المقابل تابعنا عبد الحق بن شيخة المدرب اللي تمكن من الفوز بالدوري الجزائري رفقة شباب بالوستاد لموسمين، وطبعا فاز كذلك بلقب دوري الدرجة الثانية بقطر رفقة فريق مسطال، وتمكن انذاك بالفوز بلقب الدرجة الثانية بدون تسجيل اي هزيمة. تمكن كذلك من الفوز بلقب بطولة تونس مع النادي الافريقي وكأس شمال افريقيا مع النادي الافريقي موسم 2008-2009، والفوز بكأس العرش المغرب
والمحترف السابق بنادي ترجي جرجيس التونسي ولاعب المنتخب الجزائري. كرة لفريق الجيش، أيوب الخالقي، صراع كبير في اللحظة كيحصل فريق الجيش على ضربة خطأ بفائدة أيوب الخالقي. هذا الخطأ سيتم تنفيذه من طرف الحارس أنس سليتي. كرة ملعوبة أمامية، أسلم الجلول حاول أنه يسدد لكن فقد التركيز. مشات الكرة للحارس خالد العسكري. خفض إيقاع المقابلة في هذه اللحظات. أكيد ننتظر دائما ارتفاع الإيقاع والبحث وانتظار الأهداف في هذه المقابلة. كرة ملعوبة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. صلاح الدين العقال ملعوبة الشاكو، العقال شاكو من جديد، تبادل كروي جيد، وهناك تماس لفائدة فريق الرجاء البيضاوي من جديد. إصابة أحد اللاعبين، الأمر يتعلق باللاعب ديال فريق الجيش الملكي. تابعوا اللقطة من جديد، الإصابة ديال حمزة حجي. حمزة حجي اللاعب السابق للمغرب الفاسي، أكيد هذا الموسم رفقة فريق الجيش الملكي. جماهير الرجاء لا زالت تنتظر تسجيل الهدف الأول بالنسبة لفريق فهد المباراة. انتظارات وتطلعات وطموحات من أجل حسم الأمور هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في مقابلة الذهاب قبل موعد الإياب الذي سيكون صعب جدا بالنسبة للفريقين معا. حكم كيدخل من جديد، حكم رضوان جيد، ويشير الخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. المباراة في حدود الدقيقة 25 لم تبوح بأسرارها، ولكن نتطلع دائما للمزيد على مستوى الجولة الأولى وكذلك الجولة الثانية في انتظار موعد الإياب. ملعوبة الكرة من أنس سليتي أمامية، محاولة إبعاد كرة فائدة فريق الجيش، البحث عن التصويب. كانت الفرصة بالنسبة ليوسف أنوار، حاول مباغتة دفاع فريق الرجاء. تلعب الكرة من جديد على نصر فريق الجيش الملكي، تماس من جديد. مباراة أكيد غتكون مفتوحة على كل الاحتمالات. أكيد كل فريق سيسعى من أجل تحقيق نتيجة الانتصار. كرة من جديد الجيش البحث عن التصويب، لكن بدون تركيز، مشات بعيدة من طرف يوسف أنوار. مهاجم ديال فريق الجيش الملكي من جديد لفريق الرجاء في اتجاه كيبي. تمريرة في اتجاه صلاح الدين العقال، يبحث عن الاختراق، محاولة خطيرة 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 خطيرة، لكن ما كانش الاستقبال بشكل جيد من طرف فيفيان مابيدي. أكيد كان اختراق جيد من طرف صلاح الدين العقال، والتمريرة كانت فكرة جيدة لكن لم تستثمر بالنسبة لفيفيان مابيدي لاعب فريق الرجاء البيضاوي. تابعوا اللقطة من جديد، ما كانش هناك تسلل بالفعل، ملعوبة على المقاس، لكن الاستقبال ما كانش موفق من طرف فيفيان مابيدي. كرة في وسط الميدان، ترجع وسط الفريق الرجاء البيضاوي دائما على مستوى خط الوسط. شاكو يعني كتابعوا دائما نفس الطريقة، الاعتماد على تمرير كرات مرفوعة أمامية، خصوصا على مستوى الجهة اليمنى. فضل يعني التواجد ديال كل من يحيى كيبي وكذلك صلاح الدين العقال نشيط على مستوى يعني الأطراف. جات كرة زاوية الثانية في هذا المقابلة الفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. ربما الكرات الثابتة تكون الحل في هذه الجولة الأولى. إذا نتابعوا هذه الفرصة، حكم كيطلب هناك صراع على مستوى مساحة العمليات، أكيد صراع بين
الجيش الملكي في الصورة الزكرومي. وهذا أيوب الخارقي عند الزاوية تنفذ مقوس افتجار معترك. البحث عن راسية لكن فقط الابعاد من طرف دفاع فريق الجيش الملكي، والارتقاء كان من طرف اللاعب يوسف انور. كرة خرجات لعبة بشكل سريع لكن غير موفق من طرف صلاح الدين العقاد. تعود من يوسف انور لدفاع فريق الجيش الملكي. يونس حماد امامية في اتجاه من كانت في اتجاه مهدي النغمي والصراع مع عادل الكروشي. على ذكر فريق الرجاء البيضاوي اللي احتل الرتبة الثالثة افريقيا خلال الترتيب الشهري الذي اصدره الموقع العالمي سوكر وورلد رانكينج المهتم بالشأن الكروي العالمي. الرجاء احتل المركز الثالث في هذا التصنيف برصيد 1573 نقطة، فيما الرتبة الأولى احتلها نادي ماسيبي الكونغولي ب 1621 نقطة، متبوعا بالمريخ السوداني صاحب الرتبة الثانية برصيد 1587 نقطة. طبعا بالنسبة لبقية الفرق الوطنية طبعا فريق المغرب التطواني فائز بالبطولة الاحترافية الموسم الماضي الرتبة 25 برصيد 1461. الوداد في الرتبة السادسة والثلاثين برصيد 1430. والجيش احتل المركز 51 برصيد 1404 نقاط. في المقابل الفتح في الرتبة 54، دفاع الحسني جديد 62، الكوكب في الرتبة 71، والماس في الرتبة 84، نهضة بركان في الرتبة 115، واولمبيك خريبكا في الرتبة 130. طبعا نتابع عدد المحاولة لفريق الرجاء البيضاوي لكن كترجع من جديد دائما فريق الرجاء صلاح الدين العقال على مستوى الجهة اليمنى. البحث عن ارضية في اتجاه بوترك خطيرة 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 خطيرة. هناك البحث عن التصويب، زلت الخطورة من طرف عناصر فريق الرجاء البيضاوي، لكن في اخر المطاف هناك التدخل من طرف عبد الرحيم شكير لاعب فريق الجيش الملكي. امامية من جديد هذه المرة على مستوى الجهة اليمنى. كرة كتخرج تبعث لفائدة فريق الرجاء يقول الحكم المساعد، لكن هناك قرار اخر بالنسبة لرضوان جيد يشير الكرة لفائدة فريق الجيش الملكي. ضربة خطأ من جديد لعناصر الجيش ملعوبة لأيوب الخالقي. البحث عن تمرير الكرة بالفعل تمرر في اتجاه حمزة حشي أمامية. البحث عن عرضية في اتجاه المعترك. البحث دائما عن سلام بالجلون، أكيد غيكون محطة متابعة على مستوى يعني الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي. أنس سميتي من جديد فقط كرة كترجع لخالد العسكري. لعبنا حوالي 30 دقيقة، دائما التعادل السلبي 0 مقابل 0. أكيد نتيجة التعادل السلبي 0 مقابل 0 تخدم بتاتا مصلحة فريق الرجاء البيضاوي، خصوصا أنه يعني اللي كيستقبل الميدان وأمام جماهيره في انتظار مباراة الإياب. أكيد طموح الفريق العسكري هو تحقيق نتيجة إيجابية هذه المقابلة، على الأقل يعني العودة بنتيجة التعادل. كرة كتخرج رمية تماس لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. أحمد شاكو ملعوبة الكرة أمامية في اتجاه فيفيان مابيدي. من جديد التماس لشاكو، كيمر الكرة لسعيد فتاح، تمرير لكن لبعاد من طرف الدفاع. هذه المرة لعب سلام بالجلو الكنترول، كاين هناك المتابعة من طرف كوكو اللي ارتكب الخطأ أمام أنظار الحكم رضوان جيد الذي يقود أطوار هذه المقابلة. 35 سنة بداية التحكيم بالنسبة لرضوان جيد، كانت سنة 1993، حكم جامعي سنة 1997، فيدرالي سنة 2001. تابعوا هذه الكرة لفريق الرجاء البيضاوي لكنها لم تستثمر بالشكل الجيد. قلت رضوان جيد 2001 حكم فيدرالي، و2009 سيحمل الشارة الدولية. ملعوبة الكرة من جديد تعود لعناصر الجيش الملكي. انوار كيمر الكرة على مستوى
اليسرى بن جلول انور من جديد، متابعه من طرف اسماعيل بن المعلم، صراع كبير في اللحظه بين اللاعبين. يحصل اسماعيل بن المعلم على ضربه خطا فائده فريق الرجاء البيضاوي. تابعوا في الصوره يوسف انور احد الاسلحه التي سيعتمد عليها رشيد الطوسي على مستوى خط الهجوم. كتلعب الكره من طرف عناصر فريق الرجاء البيضاوي، والحاج عادل كروشي على مستوى الجهه اليسرى، ملعوبه في اتجاه الحفيظي. شهناش يعني بشكل كبير في هذه دقائق الجوله الاولى. عبد الاله الحفيظي ملعوبه كره الكنترول بشكل جيد في اتجاه صلاح الدين العقال. الحفيظي البحث عن العقال، كانت محاوله من اجل التسديد لكن ما كانش التركيز بالجديد. سعيد فتاح ترجع الكره للعناصر الجيش الملكي. عبد الرحيم شكير، ايوب الخالقي في الجهه اليمنى، تمريره اماميه في اتجاه من كانت في اتجاه حمزه حشي، لكن العوده الموفقه من طرف لاعب فريق الرجاء عادل كروشي. خالد العسكري اخذ ورد فضل اللحظه اكيد مجموعه من الكرات الخاطئه من طرف لاعبي الفريقين معا، لكن كترجع الكره بالجديد الفريق الرجاء. كوكو شاكو اماميه حفيظي، البحث عن التمرير بالفعل يمرر مابيدي الحفيظي، والبحث عن العرضيه خطيره لكن الابعاد الخطيره، لكن الابعاد كان بشكل موفق من طرف دفاع فريق الجيش الملكي في هذه المحاوله الخطيره بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. كانت ملعوبه بشكل جيد بين العقار والحفيظي، وطبعا فضل اللحظه الاجواء تزداد احتفاليه على مستوى يعني مدرجات جماهير فريق الرجاء البيضاوي. صلاح الدين العقار غيكون وراء تنفيذ الركنيه الثالثه في هذه الجوله الاولى بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. كيتلعب التماس، عادل كروشي كيرجع كره لخلف سعيد فتاح. كوكو على مستوى خط الوسط، الحفيظي يبحث عن اختراق، كيضيع الكره من شكير اماميه في اتجاه بن جلول، لكن السباق هو الحارس خالد العسكري. سعيد فتاح من جديد على مستوى خط وسط الميدان. تمريره كوكو كترجع لاسماعيل بن المعلم. يعني هناك تريث كبير اكيد في ظل اغلاق كل المنافذ والمتابعه اللصيقه على مستوى خط الوسط، لا من عناصر فريق الرجاء البيضاوي ولا كذلك من عناصر الجيش الملكي. بالخطا كذلك يتم تمرير الكره وتعود لفريق الجيش الملكي. تدخل شابو كيحصل على خطا يوسف انور امام انظار رضوان جيد الذي سيرحل نهايه هذا الاسبوع الى دوله الكونغو الديمقراطيه رفقه كل من بوشعيب الاحرش وعشيق وكذلك الحراشي، ثلاثي اللي غيقودوا المقابله اللي غتجمع فيتا كلوب والنادي الصفاقسي التونسي برسم نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. الاسماء الاربعه طبعا غتكون حاضره على مستوى هذا الموعد كما قلت. الحرش عشيق ومحراجي، في المقابل غيكون الحكم رضوان جيد الحكم رابع في المقابله التي ستجرى بدوله الكونغو الديمقراطيه في اطار نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق للتحكيم المغربي في مختلف المنافسات القاريه وكذلك الوطنيه. ملعوبه الكره لفريق الرجاء، البحث عن شاكو، البحث عن التصويب. ماذا يقول الحكم؟ ضربه جزاء لفريقه والحكم يقول خطا. اذا في الوقت اللي ظنيت انه هناك اشاره من اجل الاعلان عن ضربه جزاء، تابعوا اللقطه بالجديد. تدخل ديال عبد الرحيم الشكير، اذا كانت هناك مطالبه بضربه جزاء لكن الحكم يشير. اكيد ضربه مرمى لفريق الجيش الملكي. هل ياتي الهدف في الجوله الاولى؟ اكيد نتطلع لذلك، لا من فريق الرجاء ولا من فريق الجيش الملكي. يوسف انور يراوغ يبحث عن التصويب، جات محاديه، زالت الكره العناصر فريق
الجيش الملكي، وتخرج الكرة للتماس. يوسف أنور صاحب الكرة الأخيرة لفريق الجيش الملكي. تعود الكرة من جديد، ملعوبة من جديد لعناصر الجيش الملكي. تعود للحارس أنس نيتي. حارسين معا، لا خالد العسكري ولا أنس نيتي، لم يختبر بشكل كبير في هذه الجولة الأولى في انتظار فك لغز التهديف بالنسبة للفريقين معا. كيبي يبحث عن التصويب لكن الشوط ضعيفة، محاذية المرمى الحارس أنس نيتي. طبعا مشاهدينا الكرام نذكروا بالمواجهات التي تجرى في هذه اللحظة على مستوى برنامج دور ضمن نهائي كأس العرش بملعب الحسن الثاني بمدينة فاس. في اللحظة فاتتنا طبعا تجرى مقابلة اتحاد تونات والدفاع الحسني الجديدي، مقابلة ذهاب دور الثمن النهائي ببرشيد بالملعب البلدي. يوسفية برشيد يستقبل فريق الفتح الرباطي، وبأسفي بملعب المسيرة أولمبيك أسفي يستقبل فريق اتحاد تمارا بقصبة تاتا الملعب البلدي. طبعا شباب قصبة تاتا يستقبل فريق نادي بركان، وطبعا هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس مدينة الدار البيضاء فريق الرجاء البيضاوي يستقبل فريق الجيش الملكي في انتظار طبعا التعرف على النتائج الخاصة بمباريات الذهاب. طبعا هنا يتم توجيه انذار سعيد فتاح من طرف الحكم بالفعل. اذا انذار سعيد فتاح. قلت في انتظار المباراة الأخرى المبرمجة على مستوى الدور ثم النهائي، لكن هذه المرة على مستوى مباراة الإياب، المباراة التي ستجرى في حدود الساعة 7 بالملعب الكبير لمدينة فاس، مركب الرياضي لمدينة فاس، في لقاء مثير، لقاء مشوق سيجمع في كلاسيكو آخر فريقين كبيرين. الأمر يتعلق بالمغرب الرياضي الفاسي وفريق الجيش أو عفوا فريق الوداد الرياضي البيضاوي. فريق المغرب الفاسي اللي تمكن من تحقيق الأشياء إيجابية في مقابلة الذهاب هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس ضد فريق الوداد، والفوز بهدف دون مقابل. سيسعى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مقابلة الإياب التي ستتابعونها مباشرة على قناتكم الرياضية في حدود الساعة 7. أكيد تشويق كبير على مستوى منافسات كأس العرش وكذلك البطولة الاحترافية في ظل سعي كل الفرق الطامحة للتتويج من أجل يعني فرض نفسها وذاتها على مستوى بطولة هذا الموسم والاستحقاقات هذا الموسم. في المقابل أكيد على مستوى الاستحقاقات القارية ننتظر ونتطلع لمشاركة كل من فريقي الرجاء الرياضي البيضاوي والمغرب التطواني على مستوى الدوري أبطال إفريقيا. لكن قبل ذلك أكيد الأنظار قد تجف مشاركة عالمية بالنسبة لفريق المغرب التطواني في إطار مونديال الأندية، وكل التوفيق للأندية الوطنية أكيد دائما في انتظار تشريف كرة القدم المغربية لا على مستوى الفرق ولا كذلك على مستوى المنتخبات. أكيد الرهان يبقى رهان المنتظر، الرهان الذي ينتظره كذلك الجمهور المغربي إلى جانب مونديال الأندية. طبعا نهائي بطولة افريقيا وكاس افريقيا للامم الذي سيجرى ببلادنا مطلع السنة المقبل. اكيد كل الظروف وكل الامور جندت وستجند من اجل انشاء حرس كبير. يتمنى الشعب المغربي ان يكون هذا السنة بطعم مغربي خالص. رجعوا لتفاصيل المقابلة على بعد اقل من 5 دقائق، 0 مقابل 0. من سيسجل الهدف الاول في هذا المقابلة؟ هل الرجاء صاحب الارض وجمهور فريق الجيش الملكي انه الامور ستسير على النتيجة المسجلة 0 مقابل 0؟ اتمنى صراحة نتابعوا اهداف هذه المقابلة حتى تستمتع كل الجماهير التي تتابع اطوار هذه المباراة. ترجع الكرة بالشديد على فريق الجيش الملكي على مستوى خط الوسط. ايوب الخالقي يبحث من اجل خلق المنافذ بالنسبه لفريق الجيش الملكي في هذه الدقائق المتبقيه من الجوله الاولى. تعود مابيدي من جديد، تمريره للعادل الكروشي على مستوى الجهه اليسرى، تمريره من جديد مابيدي يبحث والاخر عن الحلول، تمريره
جديد، عرضيه لكن بعيده من طرف عبد الاله حفيظي. عبد الاله حفيظي لم يكن موفق في هذه الجوله. اذا كنتابعوا هذه الصوره اكيد كيتم مباشره تقديم الاسعافات بالنسبه للاعب يونس حمال على مستوى الجفن. اكيد يعني نتمناو الاصابه ما تكونش مؤثره بالنسبه لهذا اللاعب، لاعب يونس حمال لاعب فريق الجيش الملكي. طبعا زادت الاعداد ديال الجماهير خصوصا جماهير الرجاء الرياضي البيضاوي. اكيد غنتابعوا عدد اكبر مع توالي دقائق. هناك مجموعه من الظروف تزامن المقابله يعني تجرى وسط الاسبوع وكذلك الدخول المدرسي توقيت اداري، لكن هذا ما يمنعش الجماهير العاشقه للتشويق والاثاره ومتابعه هذا الموعد والطبقه الكروي الكلاسيكي اللي كيجمع بين فريق الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. كره ملعوبه في الجهه اليسرى في اتجاه اورحاج، كيصعد لمسانده زملائه على مستوى خط الهجوم. اورحاج العرضيه في اتجاه من هنا كونترول بحث عن التصويب لكن فوق المرمى ما كانش موفق. لاعب كوكو ما كانش موفق في التصويبه الاخيره. تابعوا الكنترول كان من مابيدي في اتجاه كوكو اللي سدد لكن ما كانش موافقه. تعود الكره من جديد لفريق الجيش الملكي. المهدي النغمي، يوسف انور، تمريره لعبد الرحيم شاكير، عوده على مستوى خط الوسط. عادة الكره من جديد بالنسبه لعناصر الجيش الملكي. انس عسيم، سمير زكروبي، شاكير كيرجع الكره الحارس انس سنيتي. مناقشه باقي توالي عن الوقت الاصلي للجوله الاولى. اكيد نتيجه التعادل 0 مقابل 0 تخيم على مستوى هذا الجوله الاولى في انتظار تسجيل الاهداف اللي كتبقى يعني ملح وحلاوه مباريات كره القدم. اذا يونس حمال بعد تقديم الاسعافات من الطاقم الطبي لفريق الجيش الملكي يعود لاستئناف المقابله، ونعود كذلك لنستأنف التعليق على اطوار اللحظات المتبقيه من هذه المباراه التي لم تجد يعني الطريق نحو الشباك بالنسبه لمهاجمي الفريقين معا. عوده من يوسف انور، ايوب الخالقي، 3 دقائق كوقت بدل ضائع. طبعا كانت اشاره من رضواجيد واعلان كان من طرف يوسف الراش الحكم الرابع لهذا المقابله. خطا الفريق الجيش الملكي. تابعوا المحاوله الخالقي والتدخل كان من اورحاج. الحكم كان قريب واشار الخطا لفائده فريق الجيش الملكي. جماهير الجيش الملكي تنتظر الهدف المسجل. الهدف في هذا المقابله اكيد غيكون مهم بالنسبه لفريق الجيش. فرصه جول لفريق الجيش الملكي. دار هدف مباغت. قلت جماهير الجيش الملكي تنتظر الهدف الاول، وبالفعل ياتي بفضل ربما تغطيه لم تكن موفقه من طرف دفاع فريق الرجاء البيضاوي اللي حاول انه يستخدم خطه التسلل والشروط من اجل اسقاط مهاجمي فريق الجيش الملكي في فخ التسلل والمتابعه، والهدف جاء من طرف اظن عبد السلام بن شلون. اذا هدف الصف ياتي من طرف عبد السلام بن شلون، وطبعا يمنح فريق الجيش الملكي التقدم في هذه المباراه التي ستكون مباراه مثيره، مباراه مشوقه على بعد يعني لحظات قليله من نهايه الجوله الاولى. يتمكن فريق الجيش الملكي من تسجيل هدف السبق من طرف عبد السلام بن شلون المهاجم جديد لفريق الجيش الملكي. اذا الان الرجاء سيكون مطالب بالضغط، مطالب بالبحث عن تسجيل هدف التعادل، مطالب طبعا بالعوده على مستوى النتيجه في انتظار بعض التوالي. هل سيتمكن من خلالها فريق الرجاء من العوده على مستوى النتيجه؟ تابعوا الان غنشوف
نشوفوا اصرار كبير من الفريقين عن فريق الجيش الملكي. الفريق المتقدم في النتيجه غيحاول انه يحافظ على النتيجه او انه يسجل اهداف اخرى على مستوى الجوله التاليه. في المقابل فريق الرجاء البيضاوي كنعرفوا امكانياته على مستوى العوده في النتيجه اكيد عنده كل الحظوظ لتحقيق ذلك رغم التعثر يعني جميل هو المسانده والاجواء الاحتفاليه. طبعا طمن المخرج الناسي احفور انه هو الاجواء الاحتفاليه على مستوى المدرجات ديال جماهير فريق الرجاء البيضاوي وكذلك حتى جماهير الجيش الملكي. يتابعوا اللقطه. اكيد كان هناك اشاره ومطالبه بالتسلل ضد عبد السلام بن شنو، لكن الحكم كيطلب ويقر بمشروعيه الهدف عبد السلام بن شنو. اكيد هذه هي البدايه اللي كيتمناها كل لاعب خصوصا بالنسبه لهذا اللاعب عبد السلام بن شنون في فريق الجيش الملكي، وهو يواجه فريق كبير اسمه الرجاء البيضاوي وبالمركب الرياضي محمد الخامس مدينه الدار البيضاء. وطبعا هنا الاجواء احتفاليه بالهدف المسجل من طرف جماهير الجيش الملكي. اذا طبعا لحظات تنتهي الجوله الاولى في انتظار ان يكون هناك تغيير على مستوى النتيجه. اذا في الوقت بدل الضائع تتغير المعطيات على مستوى هذه المقابله. اكيد تابعنا الكره اللي اعطت الهدف كان هناك خطا على مستوى يعني المدافعين ديال فريق الرجاء البيضاوي ما تعاملوش بالشكل الجيد في الخطه ديال التسلل. وعبد السلام بن شلون براسيه يتمكن من اسكان الكره في الشباك ويمنح فريق الجيش الملكي التقدم في الجوله الاولى. اكيد هناك المزيد على مستوى هذا اللقاء من الفريقين معا، وكما قلت سننتظر الجوله الثانيه ان يكون هناك متغيرات على مستوى النتيجه وكذلك على مستوى الاداء. الاصابه ديال مدافع ديال فريق الرجاء البيضاوي اسماعيل بن معلم نتمناو كذلك ما تكونش مؤثره، انه كنتابعوا في الوقت اللي كيتم تقديم الاسعافات الحركه ديال الرجل ديال اسماعيل بن معلم يبدو بانها اصابه مؤثره. نتمناو انه يرجع من اجل استكمال